المهم يا ظافر، قصتي لسه ما انتهت. بعد ما صارت الحرب هذه ودمرت القرية بالكامل، اتوجهت لقبيلتكم، لكن للأسف ما حد استقبلني، بل طردوني من القبيلة وقالوا لي انت مالك مكان بيننا، روحي شوفي لك مكان ثاني. طبعا بسبب زي ما علمتك كان في مشاكل بين قبيلتنا وقبيلتكم، فلذلك هم يعني كرهوني وما تقبلوني أبدا. رجعت للقرية جدا كنت حزينة. رممت البيت كان جدا معدوم، رممت البيت بنفسي. نظفت البيت، رجعت كل شيء مكانه. لما جيت فتحت الدولاب لقيت بندقية أبوي اللي هي الشتغن. أخذتها، بدأت أدرب نفسي عليها، بدأت أعتمد على نفسي في كل شيء. قوت يومي أنا بنفسي معتمد عليه فيه. أطلع دائما أصيد أرانب، أطلع أصيد غزلان، أطلع أصيد أي شيء ينوكل. فخلاص أكبرت على الشيء هذا، وصلت لدرجة عالية جدا من الاحتراف في استخدام السلاح، وصرت ما أعتمد على أحد. بعد فترة سمع ملك الجن إنه في بنت صغيرة تحت بعد الحرب اللي صارت ودمرت القرية ما زالت عايشة، يعني الناجية الوحيدة. فأمر 2 من حراس الجن يأخذوني ويجيبوني لعنده. فعلا أخذوني الحراس، طلعوني للجبل، دخلوني للمستعمرة، قابلت ملك الجن بنفسي. اعتذر لي على اللي صار من الدمار اللي حصل في القرية، وكمان وفاة أمي وأبوي اللي كان هو سببها، لأنه هو اللي فكر يشن حرب على قبيلة الغلال الهمجية، فبالتالي هو كان السبب الأكبر في الدمار اللي حصل. وهي تحكيني العمة مزنة، قاعد أقول لها بس يعني في شيء ما دخل راسي. انت يا عم لما رحتي مع او لما انطلبك ملك الجن واخذوك الحراس ورحتي، حكيني تفاصيل اكثر عن الشيء ذا، يعني ماني مستوعب كيف حصل بينكم التواصل هذا بين عالم الجن والبشر. قالت لي شوف، الامر حصل كل شيء بالتدريج، يعني هم ما جابوني وحطوني في الواقع على طول، لانه عارفين انا طفله وحنصدم من اللي حشوفه. فاول ما خذوني كانت اشكالهم جدا طبيعيه، عباره عن بشر. ودوني كمان للملك. الملك كلمته خلف الباب، من خلف الباب، ما شافني ولا شفته، وعشت معاهم أول الأيام عادي جدا كأني عايش بين قبيلتي. لكن بالتدريج حبة حبة لحد ما دخلت عالمهم الخاص للمستعمرة بالذات. في قلب المستعمرة خلاص بدأ كل شيء ينكشف، بديت أشوف الجن على حقيقتهم. ما صرت أخاف، ما صرت مرعوبة، خلاص كل شيء صار عادي بالنسبة لي. آكل، أشرب، ألعب معاهم كأنهم أخواني. لما كبرت في السن وصرت حرمة كبيرة وعاقلة وناضجة خلاص، وصرت أقدر أعتمد على نفسي، رحت استأذنت من الملك وقلت للملك شكرا، بيض الله وجوهكم، ما قصرتوا معايا، بس أنا بنزل لديرتي، خلاص أبقضي بقية عمري أو بقية حياتي في بيت أمي وأبوي. فعلا نزلت، وهذا أنا عايش حياتي كافية، خير شر الناس وانت شايف هم اللي يجون لعندي وهم اللي يتمشكلوا معايا. فأنا الحين بطلع لي مستعمرة الجن، بقابل ملك الجن وبعلمه بكل حاجة حصلت. لكن أباك تأكد لي، هل فعلا رجال قبيلتك كلهم تحالفوا إنهم يجيبوا راسي وياخذوا كمان فروة الذيب ولا لا؟ رديت عليها وقلت لها اي والله يا عمه هذا اللي أنا سمعته، وش مصلحتي أفتن بينكم؟ مدت يدها، قالت لي قم مشينا. فعلا حطيت يدي في يدها وكملنا الطريق. قبل أن ندخل للمستعمرة، بوابة المستعمرة قالت لي اسمع ظافر، الحين ترى بتشوف أشياء عقلك البشري ما حيستوعبها، عينك ما حتصدق اللي قاعد تشوفه. فكل اللي أبغاه منك ما تخاف، تقوي قلبك وما تتوتر، وترى ما حد يقدر يأذيك. كل اللي جوا يعرفوني ويعرفون مين العمة مزنة، وأكثر من مرة أجيهم وتربينا مع بعض زي ما علمتك. سميت بالله ودخلت معاها. كانت بوابة المستعمرة عبارة عن مدخل سري، شرخ مرة كبير في الجبل، أو خلونا نقول في صخرة. لما تدخل عالم ثاني تحت الجبل. فقاعد أمشي وأتلفت، يعني داخل المستعمرة يا جماعة الخير عالم ثاني، أشكال غريبة، بيوت غريبة، لغتهم غريبة، عالم هناك قاعدة تصلح وتوسع في المستعمرات، شيء مهول. مشينا لحد ما وصلنا عند بوابة مرة كبيرة، مرة كبيرة، لدرجة أنه وأنا طالع فيها على فوق أحس أنه ما لها نهاية. قلت للعمة مزنة خلاص بنطلع، يعني هذه بوابة خروج. ابتسمت وقالت لي لا، هذه بوابة ملك الجن. دخلت عند الملك والباب كان مردود، وسمعتها وهي قاعدة تشتكي له حرف حرف. كانت تقول له يا جلالة الملك، رجال قبيلة البشر كلهم اجتمعوا واتفقوا إنهم يذبحوني،
وانت عارف يا جلالة الملك أنا حرمة وحيدة ومقطوعة من شجرة ولا لي أحد، فهل الشيء هذا يرضيك؟ هل تشوف ان الشيء هذا عادل؟ قال لها لا والله مو عادل ولا يرضيني، لكن وش السبب؟ هم ليش سووا زي كذا؟ انت ايش سويتي؟ كل ما في الموضوع يا جلالة الملك، ذبحت الذئب الأعور واحتفظت بثروته. جوني بعدها 3 رجال من القبيلة يطالبون بالفروة. أنا رفضت الشيء هذا طبعا، قلت لا مستحيل أسلمكم الفروة. عاندوني وأخذوا الفروة بطريقة ما هي حلوة رغم إني حذرتهم، لكن لا حياة لمن تنادي. لما شفت الشخص هذا اتعدى حدوده وقام أخذ الفروة، رحت يا جلالة الملك وذبحته. رد عليها ملك الجن وقال لها اعتبري نفسك مزنة تحت حمايتي، بوكل الآن 10 جنود و10 حراس من الجن بيكونوا معاك على طول، أي شيء تبغيه منهم بس أشري ويتنفذ في ثواني. أدري بتقولوا لي عددهم قليل مقابل جيش ورجال القبيلة، لكن زي ما كلنا نعرف إن الجن يمتلكون قدرات خارقة للطبيعة ما هي موجودة عند الجنس البشري أبدا، فواحد فيهم يعادل القبيلة بكاملها. طلعت العمة مزنة مبسوطة، قلت لها يا عمة ترى أنا سمعت كل الحوار اللي دار بينك وبين ملك الجن، لكن وين الحراس والجنود؟ ما أشوفهم. قالت لي هذا هم حولي، بس أنت ما راح تشوفهم لأنك من قبيلة البشر. قلت طيب حتى أنت من قبيلة البشر إيش معنى يعني؟ قالت لي لا تنسى يا ظافر إن أنا تربيت معاهم وعاشرتهم وعشت بينهم سنين عمري، فما يتخفوا عني أبدا ولا يخبوا علي شيء. عموما نزلنا بعدين للبيت، جلست في الصالة، راحت هي للمطبخ تحضر قهوة وزي كذا وأنا قاعد انتظرها، لكن اتأخرت فقلت أقوم أشوفها. رحت للمطبخ ما لقيتها، قعدت ألف في البيت كامل أدور ما لقيتها. فجأة إذا تتذكروا المكان اللي كان فيه القبو لقيتها موجودة فيه. حزروا وش كانت تسوي؟ قاعد أراقبها، أنا اتخبيت ورا الباب تمام، ما أبغاها تشوفني لأني اللي قاعد أشوفه شيء مو طبيعي، فمتخبي ورا الباب بالشكل هذا وقاعد أراقبها. تخيلوا جثة الرجال اللي أول شال الفروة وقتلته صاحب جدي قامت قاعدة تسحب فيه وفتحت القبو ورمته جوا وسكرت القبو. طبعا قبلها القبو كان يدق جدا بشكل مخيف، بس انتوا عارفين يعني كانت مقفلته بقفل مرة كبير حديدي قد كذا، فهي وهي قاعدة تسحب الجثة لو بتفك القفل يمكن يطلع، ففكت القفل وحطت رجلها على باب القبو وقاعدة تقاوم وهو يدق. فتحت رمت الجثة على طول وسكرت الباب. بعدها يا جماعة الخير الصوت اختفى، وكأن الشيء هذا اللي داخل القبو قاعد يستمتع بالوجبة. رجعت بعدين لمكاني، جلست في الصالة وكان باين علي أصلا متوتر ومرة عرقان، بس ما كنت أبغى أبين لها الشيء ذا لأنه خفت إنها تشك إني أنا شفتها. على كل حال استأذنت منها، يا عم مزنة أنا ماشي الوقت تأخر. قالت لي وين رايح في هالليل؟ يعني نام عندي وحرك الصباح. قلت لا يا عم ما يصير، أنا تأخرت على أجدادي وجدتي كذا قاعدة تسأل عني الحين ولازم أمشي. طيب أوديك؟ قلت لا شكرا، زي ما جيت لوحدي ما عليك، إن شاء الله أقدر أرجع لوحدي. وأطلع يا جماعة الخير وأصك الباب وأمشي. صح الطريق كان مخيف كان ظلام، بس أفضل من إني أجلس لوحدي مع العمة المزنة. عموما وصلت على بيت جدي وجدتي، دقيت الباب فتحت لي جدتي، وين كنت يا فلان؟ قلت والله كنت مع عيال عمي قاعدين نسهر وزي كذا. ما كنت أبغى أقول لها الحقيقة لأنه أنتوا عارفين أول جدتي إيش كانت تقول لي؟ كانت تقول لي اقطع علاقتك في العمة مزنة ولا أشوفك تروح لها، أدخل وبعدين إذا ما تعشيت شوف العشاء في المطبخ، تعشى وروح نام مع جدك. فعلا يا جماعة الخير رحت المطبخ، أنتوا عارفين المطابخ زمان وزي كذا، اتعشيت وعينت من الله خير ورحت نمت مع جدي. من قوة التعب تخيلوا ما صحيت إلا على قرب المغرب زي كذا، على أذان المغرب. غسلت وجهي، اتوضيت وصليت وكل حاجة، أكلت لي حاجة خفيفة زي كذا وفك الباب وأطلع جري عند عيال عمي. دقيت عليهم الباب واحد واحد، جمعتهم لميتهم كالعادة وقلت لهم يا جماعة الخير في كلام بقول لكم إياه المفروض ما أقوله لأنه سر. قالوا لي قول يا ابن الحلال وش فيه؟ قلت بس توعدوني ما تعلمون أحد لأنه لو العمة مزنة عرفت راح تزعل مني. قلنا ما بنعلم يا ابن الحلال. رحت يا جماعة الخير وعلمتهم بكل اللي صار معايا مع العمة مزنة من A to Z. انصدموا ما صدقوا، قالوا لي عمي ايش احلام العصر هذه؟ ما لومك توك صاحي. يا جماعة الخير هذا اللي حصل، واذا ما انتم مصدقيني امشوا الحين معايا خل نروح للعمة مزنة وبتشوفوا كل شيء بعيونكم. فعلا توجهنا لبيت العمة مزنة، ما اخذ السيارة المرة هذه، رحنا مشي
وكمان لفينا كذا من ورا بيت جدي وجدتي عشان جدتي لا تشوفني. وصلنا بيت عم مزنة، فتحت لنا الباب، حياكم الله تفضلوا، وقاعدة ترحب في العيال لأنه زمان ما شافتهم. وانتم عارفين زي ما علمتكم العم مزنة ما تسمع فينا مرة. جلسنا مع بعض، أنا طبعا ما قلت لهم هرجة رجال القبيلة لأنه وقتها زي ما علمتكم ما حد فتح لي الباب، واللي قال لي ما بطلع فما حد كان يدري بالهرجة إلا أنا. فعلمتهم بكل اللي صار، قلت لهم ترى رجال قبيلتنا كلهم تحالفوا على العم مزنة. العم مزنة يا جماعة الخير في البداية زعلت مني لأني أفشيت سرها، بس أنتوا عارفين تحب إني تعزني وتعز كمان عيال عمي، فمشت الموضوع. قالت لعيال عمي كل شيء صار من جيتها وعلمتها وطلعنا الجبل الين ما نزلنا. بعدين قالوا خلاص أوكي صدقنا. طيب وين حراس الجن؟ وين جنود الجن اللي قاعدين تتكلموا عنهم؟ قالت العمة مزنة طيب اتفرجوا. بدأت العمة مزنة تقول أسماء غريبة، يعني يا فلان ارفع الطاولة، وفعلا الطاولة قدام عيوننا يا جماعة الخير يطلع لفوق. وانت يا فلان قفل الستارة تتقفل لوحدها. عيال عمي انهبلوا انجنوا. انا معاهم خايف كمان، بس يعني انا تعودت، انا شفت اللي فوق ودخلت المستعمرة معاها، فاللي شفته هناك ولا شيء من اللي قاعد اشوفه الان. عيال عمي لما عرفوا كل شيء واتضحت الحقيقة قالوا يا عم مزنة احنا معك قلبا وقالبا. فتحالفنا انا وعيال عمي والعمة مزنة وجنود الجن وحراس الجن مع بعض، كونا قبيلة مع بعض. قبيلتنا ذول لوحدهم ما لنا صلاح فيهم، قبيلة الجن برضو لوحدهم ما لنا صلاح فيهم، قبيلة الغيلان الهمجية لوحدهم ما احنا عارفين اصلا متى يطلعوا. لكن يا جماعة الخير اسمعوا الصدمة. في الوقت هذا اللي كنا جالسين فيه مع العمة مزنة وقاعدين نسولف ونتناقش، حصلت الغدرة. طلعوا رجال قبيلتنا تمام لنص الطريق، واحنا قاعدين نسمع اصلا، قاعدين نسمع اصوات وقاعدين نسمع صوت الجيش جايين بجيش مرة كبير. على ايش؟ على العمة مزنة. فواحد من حراس الجن جاء وهمس في اذن العمة مزنة. احنا طبعا ما نشوف الشيء هذا، بس هي قاعدة تتخاطب معه. واللي فهمناه ان العمة مزنة بعد ما راحت للباب ما ادري من جهة الشباك وشافت الجيش الجرار اللي جاي من قبيلة البشر عشانها، قامت اخذت سلاحها. سمعناها كمان تتكلم بلغة غريبة شوية مع الجن والحراس اللي معاها والجنود، وقالت مشينا. طلعت العمة مزنة تمشي واحنا وراها، وقابلنا رجال القرية بجيشهم. تخيلوا طبعا مو قريب من بيتها ولا هم كمان قريبين من ديرتهم، فتقابلنا في نقطة في النص. ما دخلنا في حرب على طول. قالوا رجال القرية عندك خيارين يا مزنة، يا إما تسلمي فروة الذيب الأعور وترميها قدامنا هنا وترفعي راية السلام وتنضمي لنا، أو بناخذ ثارنا منك، وكمان ترى احنا جايين يعني بالجيش هذا عشان نستولي على القرية اللي هي قريتها طبعا. فالعمة مزنة قالت والله لو على قفاي هذا ما سلمتكم الفروة ولا راح تدخلوا القرية، لا يغركم كثرتكم، ترى انتم ما انتم عارفين مين في ظهري. طلعنا احنا طبعا لسه جدي وعمامي ما شافونا. اول ما طلعنا من ورا العمة مزنة وشافونا انصدموا. اي الخاينين، يعني تحاربوا ضد رجال قبيلتكم مع العمة مزنة؟ ردنا عليهم وقلنا يا جماعة الخير احنا ما نرضى بالظلم، احنا مع الحق وبنوقف مع العمة مزنة وبنموت واحنا بندافع عنها. فجأة واحنا داخلين في حوار مع بعض لسه ما تشابكنا، نسمع أصوات طبول ونشوف غبرة جاية من بعيد. لما اتضحت الرؤية للعمة مزنة على طول يا جماعة الخير قالت على البيت.